صدقني والله انا مقدر الحيرة اللي انت فيها لو لسه عايز تبدأ وتخش مجال البرمجة. بايثون وسي بلس بلس الصراع الكبير اللي موجود على اليوتيوب، ابدأ بأني فيهم؟ وانا مش جاي النهارده اقول لك رأيي الشخصي، انا جاي اقول لك رأي دماغك. ايوه زي ما انت سمعت كده، انا جاي اقول لك تبدأ بأني لغة على حسب دماغك، واخلص لك الحوار الكبير كله اللي موجود على اليوتيوب. فتأكد ان انت تضغط اشتراك في القناة وتدوس لايك، ويلا بينا نعرف. اول حاجة هنبدأها يا صديقي وهي مميزات كل لغة. تعال نخش على مميزات لغة البايثون. لغة البايثون مميزاتها ان هي بتستخدم في مجالات كتير جدا، زي الاي اي، السايبر سيكيورتي، علوم البيانات. فلها مجالات كتير جدا بتتميز بالسهولة، ان هي ما تعقدكش لما انت تيجي تبدأ. الموضوع ماشي معاك سهل ولذيذ والدنيا كلها في التمام يا راجل. انما انت لو جيت انتقلت للغة السي بلس بلس، الموضوع معقد وفيه مفاهيم تقيلة وحاجات تقيلة جدا على دماغك، وعايزة واحد دماغه دماغ تنين، والموضوع صعب جدا ومعقد، وممكن تخليك اصلا تخرج وتسيب المجال كله. فالموضوع فيها بيكون معقد جدا. ده مش معناه ان انا بعقدك من اللغه، لا، انا بس اللي انا عايز اقوله لك ان انت عشان خاطر تبدا بلغه السي بلس بلس فالموضوع صعب جدا. طب انت قلت لي ان انت هتديني الزتونه او الخلاصه. الزتونه والخلاصه عشان خاطر نكون الخلاصه ان انت لو واحد شايف نفسك ان انت دماغك حلوه، متقبل تفكير منطقي جديد عليك، ما بتزهقش، ما بتملش، ابدا بسي بلس بلس. وكده انا بقولك على حسب دماغك، مش على حسب اللي هيجي يقولك ابدأ بأني لغة. انما بقى لو انت واحد بسيط وغلبان وعلى قد حالك، وشايف نفسك ان انت مش هتستوعب التفكير المنطقي الجديد عليك، وهتتعقد بسرعة وهتقوم تكسر اللابتوب وتخبطه في الارض، لا يا سيدي، ابدأ بلغة بايثون وتوكل على الله. لغة بايثون سهلة جدا، خصوصا لو انت هتخش مجال من مجالات الذكاء الصناعي، فلغة بايثون هتكون مفيدة جدا ليك. فانصحك ان انت تبدأ بلغة بايثون. انا كمان اصلا بدأت بيها، فدوت كان الرأي الشخصي، وقلت لك على رأي دماغك اللي محد. انا بقول لك برأي دماغك حلوة خش سي بلس بلس، دماغك على قدك ابدأ ببايثون. ديت كده كانت الخلاصة. فلو انت هتبتدي من الاول خالص فتأكد ان انت متابعني علشان خاطر تشوف كل الكورسات بإذن الله. وخش شوف تحت في الديسكريبشن كورس CS 50 للمبتدئين، لسه بحضر له ولسه بجهز له، وكورس حديث 2025 هياخدك بإذن الله من الصفر للاحتراف. تأكد ان انت تشوف الكورس دوت لو انت لسه هتبتدي من الاول خالص. وفي عندنا ان شاء الله بإذن الله هيكون عندنا كورسات لمجال السايبر سيكيورتي. فتأكد ان انت متابعني لو مهتم بعالم البرمجة عموما. سلام.